عودة علي معلول ويحيى عطية الله وضم 7 مواهب. تابع قائمة الأهلي للقاء إنبي اليوم الخميس في الساعة 9:30 باستاد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدد المدرب العام سامي قمصان في صفوف النادي الأهلي قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي في بطولة كأس الرابطة، والتي من المقرر أن تقام اليوم في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام. وجاءت قائمة النادي الأهلي للقاء إنبي في بطولة كأس الرابطة على النحو التالي: حراسة المرمى حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد أبو جريشة. في خط الدفاع ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، حسام عادل، محمود لبيب، معاذ عطية، عمر كمال، علي معلول، يحيى عطية الله. في خط الوسط أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد رضا، عمر الساعي، يوسف أسامة. في خط الهجوم سمير محمد ومحمد زعلوك. وشهدت القائمة تواجد الثنائي الأجنبي علي معلول ويحيى عطية الله لأول مرة معا، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد منافسات شرسة بين الثنائي في الجبهة اليسرى. ويبحث الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان عن تحقيق النقاط الثلاثة والمنافسة على اللقب لأول مرة، في الوقت الذي يسعى خلاله النادي الأهلي لتجهيز البدلاء بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من عناصر فريق الشباب. ومن المقرر أن يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة مساء الجمعة القادمة، وذلك بعد فترة الراحة التي حصل عليها عقب عدم ذهاب الفريق الأحمر إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة بسبب الاعتراض على عدم تعيين حكام أجانب لإدارة المواجهة رغم وجود وعود من جانب رابطة الأندية. أهم حاجة تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل. مع ألف سلامة.